ركيزة هذه الحياة ألا وهي الإنسان. الفساد يا سادة ينصب في الحقيقة على إفساد أهم محور من محاور الإنسان ألا وهو إفساد القيم. فإن الإنسان بلا قيم لا قيمة له، والفساد يفسد القيم التي هي محور حركة الإنسان. فإن الإنسان إذا تخلى عن قيمه يتحول إلى كائن لا يستحق هذا التكريم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. ولقد كرمنا بني آدم، وإذا عدنا إلى هذا التكريم كان التكريم بهذا المعنى الرباني. يا سادة، إن الفساد في الحقيقة يفسد المقصد من خلقنا. هناك حديث لقبه العلماء بحديث السنة. نحن نعرف أم القرآن وهي الفاتحة، وهناك حديث يلقب بأم السنة. لماذا سمي هذا الحديث بأم السنة؟ لأنه يجمع القيم الكبرى في حياة الناس. هذا الحديث هو حديث جبريل عندما كلم الحبيب صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإحسان والإسلام. هذا الحديث